بعد تحديث بيس 25 بقى في مشاكل كتير قوي في الدفاع، والدفاع حرفيا اي حد بيخترقه بتلاقي برضك مشاكل في الدفاع، بتلاقي الدفاع متقدم وانت مثلا بهجمه ومع انك مش عامل حتى ولا اتاك ولا ارتر اتاك ولا اي حاجه، بتلاقي الدفاع كان متقدم من تلقاء نفسه، بيجي عليك مرتده والكره بتيجي عليك جون، يا اما الدفاع بيقوم سايب الكره فجاه ويحصل كام مشاكل عندك في الدفاع. انا اقول لك ازاي تظبط كل الكلام ده، مع ان كلنا عارفين ان بعد تحديث كونامي ظبطت الذكاء الاصطناعي اكتر في الدفاع والهجوم، وحراسه المرمى تقريبا ما عملتش فيها اي حاجه، الحارس بقى اضعف بكتير، بس الموضوع تاني نبقى نكلمكم عليه في فيديو منفصل. بس دلوقتي انا عايزك دلوقتي تحط لايك وتشترك في القناه وفعل زر الجرس، ما فاضلش كتير على 3000 مشترك، وعايز افكرك ان عامل مسابقه، اول ما نوصل 3000 مشترك هيسحب فايز من واحد متابعين على حساب مجاني، فدلوقتي حط لنا اشتراك وحط لايك بالمره عشان ايه الفيديو يوصل لغيرك وينتشر. خلينا متفقين ان انا مش جاي اكلمك دلوقتي على ازاي تدافع وتدافع صح وتعمل ماتش اب وكلام من ده كتير، علشان الكلام ده مليان شروحات على اليوتيوب. موضوع احتراف الدفاع ده عندك انت، انا ماليش اي دخل بالكلام ده دلوقتي، انا جاي اقولك على سبب المشكله بعد التحديث في الدفاع وجاي اقولك على حلها. في البدايه كده خلينا متفقين ان اول حاجه انك لازم تظبط اسلوب اللعيبه بتاع الدفاع اللي عندك، يعني تلعب واحد اتاكينج فول باك، واحد ديفنسيف فول باك، وواحد ديستروير، وواحد بيلد اب، ده اللي احنا كلنا متفقين عليه. عايز اقول لك انك ما تلعبش 5 دفاع، لا دي حاجه غلط تماما، بنسبه كبيره هجومك هيبوظ، الا بقى لو انت بتلعب مثلا على الشرف ولا حاجه وداخل تلعب ب5 دفاع وتجلد الخصم اللي قدامك. انت تلعب 4 دفاع عادي، واحد اتاكينج فول باك، وواحد ديفنسيف فول باك، وواحد بيلد اب، وواحد ديستروير. طب تمام، دلوقتي نبدا بقى ايه سبب مشكله الدفاع. اولا سبب مشكله الدفاع هو حاليا الاسلوب، انت حاليا بتلعب بالكويك كاونتر او الاستحواذ او اللونج بول كاونتر، اي اسلوب انت بتلعب بيه هو ده اللي فيه مشكله. وغالبا دلوقتي اللي بيحصل معاهم مشاكل في الدفاع هم اللي بنسبه كبيره بيلعبوا بالكويك كاونتر او بيلعبوا بالاستحواذ، بس بيلعبوا بالاستحواذ نسبه قليله جدا ان هم اللي بيحصل لهم مشاكل. نفهم من كده ان سبب المشاكل بتاع الدفاع هو اسلوب الكويك كاونتر، وخاصه المدرب تشابي الونسو، زي ما حصل برضك من اول ما نزل مشاكل الدفاع اللي بدات تحصل. انا الحل بقى بالنسبه لي انك تلعب بديشامب، ناس كتير قوي جابت باكش فرنسا، فتلعب باللونج بول كاونتر وتلعب بمدرب ديشامب. حرفيا بعد التحديث الاسلوب ده بقى جامد قوي، وان شاء الله هنعمل عنه فيديو قريب، بس انا قلت لازم اعمل فيديو الاول عشان المشاكل اللي بتحصل دلوقتي. فالاسلوب ده حرفيا بقى قوي جدا، هو اسلوب الاستحواذ. انت لو معكش ديشامب او معكش مدرب قوي للونج بول كاونتر، العب بالاستحواذ. لو انت معكش مدرب استحواذ كويس، العب بجوارديولا نسخه المتجر، وهيزود لك ريت اللاعبين وهيظبط لك اللاعبين في الملعب. فما تقلقش جدا من الموضوع ده، وقريب هنزل لكم شرح برضك عن الاستحواذ واللونج بول كاونتر بعد التحديث، لانهم حرفيا بقوا خرافيين جدا. وهي ديت الحاجات اللي انت لازم تعملها علشان تظبط دفاعك دلوقتي، وحاول تعود شويه على اللونج بول كاونتر وديشامب او اي مدرب لونج بول كاونتر عندك، بس صدقني هيظبط لك الدفاع جدا، وهيظبط لك حتى تمركز اللعيبه جوه الملعب. وبرضك لو انت عايز تظبط لعبك جوه الملعب وتبقى قوي جدا في اللعب وتستحوذ على الكره بشكل قوي جدا، والخصم ما يعرفش يقطع الكره منك غير في اوقات قليله جدا، في مهاره نزلت جديده في اللعبه وكمان طريقتها سهله جدا، عملت لكم عنها فيديو، خش شوفوه دلوقتي هتلاقيه في القناه، او سيب لك الرابط تحت في الوصف. وبس كده، دي كان الفيديو، اعمل لايك وشير الفيديو، حشر في القناه وفعل زر الجرس. اشوفكم في فيديو جاب ساعه وسلامه، سلام.